نقطة ضعفك، وفعلا هي نقطة ضعف، هي مو كذب، فعلا هو الظن نقطة ضعف، بس لازم يكون نقطة قوة أيضا. من احكي ماما رجاء لا تقاطعيني، لانه بالتسجيل الصوت يصير مو واضح للناس في اذانهم تتاثر. فسدي المايك لو سمحت استاذ، اسمعيني ايش راح اقول لك. سدي المايك يوم. سمع حبيبتي، بما انه انت ام وام نظيفه وام اصيله ومن الامهات اللي تعوف جهالها على مود اي شيء ثاني، فانت رب العالمين راح يكون وياك. ثق وامني بالله، اقسم بالله، بس تبقين هيك تبكين وتنقهرين وتدقدقين وشي، هم فرحانين ويدقوا لك اصبعتين. فرحانين ان هم وصلوا للمرحله اللي هم يرجوها، وان هم كسروا ايدك بالطفله. بما انه الطفله عند ابوها، لا تزعلي مني، راح احكي حكي اني جوز ما راح يرضيك بس هذا واقع. بما انه الطفله عند ابوها، وبما انه الطفله عند بيبيتها، فالله شاهد ورقيب، انت لا تخافين. بما انه عند بيبيتها لا تخافين، يصعد ينزل يبقى عز الولد ولد الولد. يعني انت هسه الطفله في امان، يعني احنا ما نحب الاوفر صراحه، لان انت لا شامرتها بالشارع ولا مشموره باي مكان، انت رايدتها وما مستغنى عنها وما متنازله عنها، والمخلد غصب عنك، انوخذت غصب عنك، يعني انت ما مضيتها بارادتك للطفله. فثق وامني بالله، كل ما يشوفوك هيش تتصرفين كل ما يضغطون عليك اكثر ويخليوك تسوين شغلات بعمرك بحياتك ما متوقع تسويها، وهاي الشغلات راح تخليش تبكين دم اكثر من البكي هسه اللي قاعد تبكي على بنتك. نامي وادعي وبنتك بامان عند بيبيتها وعند ابوها، مالك علاقه، خليها يمهم، اعتبري نفسك مطلقه وخذوها منك، اعتبري ابوك وقف على راسك وقال لك لو بيت تطبين تعيشين بيه لو تتنازلين والصعدين تنزلين تبقى بتهم. بس يشوفوك بردتي، انت ما بردانه، انت ما بردتي، انت قاعد تدعين الله ليل ونهار، صيري داعيه انه الله يحب يجمعك ببنيتك، وهدأتي وسكتي وما تخابرين وما تسألين، ذكرين وصعد وياي وقولي يا نادين كلامك ما نزل القاع. بس يشوفوك هملتي الموضوع، وبس يشوفوك بقيتي ما تدقدقين وما تأدين، وهذا وقتك اللي قاعد تسوين به هذا البكي والخبر، هذا دائما اتوضا واتوجه على ربي اخليه يجمعني ببنيتي باسرع وقت. بس يشوفوك ابتعدت عن الانظار وما تضلين تدورين هاي الامور رئيسا راح يجيك خبر منهم، لو منه لو من عمتك، راح تتصل بيك او يتصلون بيك راح يقولون ها شنو موضوعها، شو بقى كانت تبكي يومين هسه عافت، ها شنو راح تدبها براسنا، احنا روحنا ما بينا حين نربيها. اول وحده عمتك ذكريني، اول وحده عمتك راح تقول انا روحي ما بي حيل اربيها، انا قاعده اربي بنت وحده قاعد تطلع وتفتح تيك توك وتحكي وتسولف، تعال 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 خذها وديها لامها ولد، يلا يلا هي قاعده هناك تطب وتطلع ومتونسه وانا اقعد هنا اربيها. هاي الجمله راح تسمعينها باذان شو راح تضحكين ويخابرونك، ويجوز تفتحين الباب تلقينا جايبها وجايتش اياها. تصرفا صح بقمه الازمات، تصرفا صح، ودائما خلن علاقتنا برب العالمين قويه. متعرفين كل ما تلحين وتبكين وتصعدين وتنزلين منشورات وتبينين نفسك مهتمه، هذا لا تعلنينه، قهرك لا تعلنينه، بتشيش لا هذا كله الله الوحيد اللي يستحقه، الله الوحيد بينك وبينه بالخفاء، وشوف شلون راح يجيب لك حقك ثالث ومثلث. اما للعالم وللناس وللعينتين هو وامه بين انه الحياه عادي، واذا قال له قال والله حبيبتي بنتي امان، بنتي يم بيبيتها، اكو اكثر من البيبيه امان، والله اني نايمه رغى الصراحه، دوسي وعصري على روحك كيلو ليمون واحكي هاي الجمل، والله بصراحه اني نايمه رغد، يعطيك العافيه حبيبتي عمه، البنيه امانه عندك وبتبنك هاي، اما يمكن تحبينها اكثر مني واني مطمئنه عليها ومرتاحه، ما طول هي يمك انت بيبيتها وعينك عليها، والحمد لله خلونا اني بشغلي وخلوني شوي مثل ما يقولون اوقف على حيلي، والبنيه يمكم انتم اهلها، اصعد انزل انتم اهلها، ليش اخاف عليها وهي يمك؟ لا حبيبتي، هيك احكي وياها بهاي الطريقه، وشوفي ورا فتره شوفي شلون راح تستودن تتخبل تشوفك موجوده وتطلعين وتمشين تقول لك شنو انا روحي ما متحملتها انه بهاي مرتك تطب وتطلع وحليه وفاتحه ليش اسمها وحاطه بيتها علي اني اشطف واني اوكل وانوم، تعال لن على والدك لا بواد والدك، يلا اخذ بنتك ووديها لامها، دق الباب عليك يعطيك اياها، اذكريني بس ادعي لي عند الله يبعد عني النطيحه والمترديه. اذا ما صار هذا كله، اذا سويت اللي قلت لك اياه قولي نادين انت كل شيء ما تفتهمين، لان هاي النماذج انا اعرف شلون اتصرف وياها، كل ما تلحين كل ما تخسرين، كل ما تبعدين كل ما تنجحين، حفظي وانت بكيفك بعد.
حبيبتي كلامك وهات بالشارع شامرين، هي عد ببيتها، عد ببيتها، خلي عد ببيتها. هسه انا ما امن على ابني اللي عند امه وعند اختي، ما وين هو الواحد يربي يعني ببيتها يعني مقولة هسه إذا سافر بيها للعراق عادي أعيش حياتي؟ انا مالي علاقه، اروح نادي نوديه للعراق اعيش حياتي، ما ادري لا هو يريد يسافر بيها يعني لأهله. حبيبتي اهله يعني لازم انت محور الموضوع هواي، ترى اهله هذول، ترى هاي بنته، ترى هاي ببيتها يعني امه، ترى حتى اذا هو مثلا يريد يأذيها، ترى امها ما تخلي، ترى مره مثل قصدك راح أكمل حياتي قبالهم قوية، بس أني بالخفاء أدعي رب العالمين وما يهمني إيش دا أسوي، دا أفتح تيك توك دا أطلع دا أبين قوية، بس بالخفاء لا. استاذ وش اني وش هم راح يجيب ابوها، راح يجيب اذا مو إن شاء ابوها الله. راح يجيب بايده اذا ذكر كلام وقولي نادين قالت لي، اذا ما جابوا لك اياها بايديهم وقالوا لك هاك حبيبتي تبي تربيها ما لنا خلق، احنا وين تروحنا، واحد روحه ما مربيها، اقعد انا اربي بزر غيري، ها قولي لي نادين تسدي بعد اعتزلي السوشيال ميديا، هم راح يجيبوا اياها بايدك حبيبتي، تعرفين ليش؟ لانه عمتش تعرف انه ابنها مو قد القدر والمسؤوليه، وسووا هاي الحركه لو يتذراع لك، قرصة اذن الك، سووا هاي الحركات، فرادوا يشوفون ردة فعلك، يسيطرون عليك، تنفذين اللي هم يردونه، من يشوفوك قوية وصلبة وتقول لهم بنيتكم وعدكم انا على شنو اخاف عليه؟ اكو احن من البيبية على بنت بنها؟ حبيبي هاي حياتكم وهاي حياتي، هذا بابي مفتوح، ايش وقت ما يعجبكم تجيبوا لي اياها اني استقبلها، تردوها تظل عندكم فاني انام رغد، ماكو احن منكم على بنيتي. شوفوا وراه، اذا مو كم يوم دقوا لك باب وطوش اياها اطلع انا بوش ما ارضي. تحياتي لك.